لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن موقف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي من الاتهامات الموجهة إليه حول قيامه باغتصاب فتاة فرنسية، حيث أوضحت صحيفة أيس الإسبانية نقلا عن مصادر قريبة من أشرف حكيمي أن النجم المغربي المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غير معني بهذه الاتهامات. من جانبها أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن أشرف حكيمي غير مكترث بهذا التحقيق الذي فتح في الموضوع من طرف الشرطة الفرنسية. كما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن أشرف حكيمي نجم المنتخب الوطني المغربي واثق من براءته من هذه التهمة. وأضافت صحيفة ماركا الإسبانية أنه كان هادئ جدا رغم اتهامه بالاغتصاب. وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد كشفت أمس الاثنين أن شابة فرنسية ذهبت إلى مركز الشرطة وأخبرت المسؤولين تعرضها للاغتصاب من قبل الدولي المغربي أشرف حكيمي، وذلك في مشهد واضح كانت الغاية منه تشويه صورة المغاربة في أوروبا.